لو نفسك تبدأ مشروع خاص بيك وتعمل براند محلي بس مش عارف تبدأ منين، فالفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن ازاي تبدأ لوكال براند ايا كان المجال بتاعك ايه بسهولة وبدون تكلفة كبيرة، وكمان ايه الادوات اللي ممكن تساعدك في ده. خلينا نبدأ الاول بتعريف بسيط. ايه هو اللوكال براند؟ باختصار هو مشروع تجاري بيستهدف السوق المحلي. ممكن يكون ملابس، اكسسوارات، منتجات طبيعية أو حتى خدمات. طيب ازاي تبدأ اللوكال براند بتاعك؟ أول حاجة لازم تحدد فكرتك. اختار منتج أو خدمة ليها طلب وابحث عن المنافسين. تاني حاجة، اعرف جمهورك، مين اللي ممكن يشتري منك. نيجي لنقطة مهمة، ازاي تعمل هوية بصرية جذابة. هقولك على 3 مواقع تقدر تستخدمهم في الموضوع ده. تقدر تستخدم مواقع مجانية زي كانفا، ده هيصمم لك اللوجو أو البانرات أو أيا كان التصميم اللي انت هتحتاجه، هتلاقي ليه تمبلتس متوفرة على كانفا وبشكل مجاني. تاني أداة أو تاني موقع فري بيك. فري بيك ده بتستخدمه في تحميل عناصر جرافيك جاهزة، زي مثلا النسخ التمبلتس اللي انت ممكن تعدل عليها، بتكون بي اس دي او سي دي ار، سواء انت بتستخدم فوتوشوب او كورل درو في التصميم. واخر حاجة او تالت حاجة بنترست. بنترست ده تحديدا وده للتغذية البصرية وتوليد الافكار، وده بيكون مهم جدا. التسويق المجاني، ازاي توصل لعملائك؟ السوشيال ميديا هي سلاحك الاول. فيسبوك وانستجرام تقدر تستخدمهم في انك تنزل صور منتجاتك عن طريق انك تعمل بيج الاول عليهم وتنزل صور للمنتجات بتاعتك وتتفاعل مع المتابعين. وده طبعا هيكون ليه طريقة انك تعمل جنريت لأورجانيك اودينس او جمهور بشكل اورجانيك من غير ما تلجأ للإعلانات الممولة، ودي حاجة احنا هنتكلم عليها قدام. يوتيوب شورتس وتيك توك، اعمل فيديوهات قصيرة بتوضح مميزات المنتج بتاعك. متاجر إلكترونية مجانية زي سيلر أو ايزي اوردر، وده طبعا لو انت بتبيع منتجات عينية أو فيزيكال. الخلاصة من ده ايه؟ عايزك تبدأ بفكرة بسيطة، صمم هوية بصرية بسيطة وفي نفس الوقت جذابة، واستخدم أدوات مجانية للتسويق. ومع الاستمرارية والصبر هتلاقي البراند بتاعك بيكبر قدام عينيك. وعايزك تتعامل مع البراند بتاعك كأنه ابنك وبتربيه.